لو انا اشتريت اقوى سيرفر انت ممكن تتخيله، اعلى سي بي يو، اعلى رام، هل ده ضمان كفايه بالنسبه لي ان الابلكيشن بتاعي ما يحصلوش كراش؟ حصلت مشكله عندي ان الابلكيشن فجاه واحده بقى بطيء، فاول حاجه جت في بالي ان انا ازود امكانيات السيرفر اللي الابلكيشن بتاعي شغال عليه، زودت السي بي يو، زودت الرام، بس بعد 3 اسابيع المشكله رجعت تاني. ومع كل مره كانت بتحصل لي المشكله ديت كنت بعمل نفس الموضوع، بس انا كنت بلاحظ ان المشكله بتتحل لفتره صغيره وبعد فتره مش كبيره بلاقي ان المشكله رجعت تاني. واللي بعمله ده حاجه اسمها فيرتيكال سكيلينج، ان انا مع زياده عدد اليوزرز اللي بيدخلوا عندي الابلكيشن بتاعي انا بزود امكانيات السيرفر اللي انا شغال عليه. علشان كده انا وقفت اعتمادي على سيرفر واحد امكانياته عاليه، واستبدلت الموضوع ده او الطريقه ديت باكتر من سيرفر امكانياتهم متوسطه، وخليت قبلهم حاجه اسمها لود بالانسر بتوزع الترافيك على السيرفرات دي بطريقه ما معينه، وده اللي اسمه هوريزونتال سكيلينج. خليك دايما عارف ان السيرفر الواحد مهما زودت امكانياته هو في الاخر ليه ليميت مش هيقدر ان هو يعديه. علشان كده في الديستريبيوتد سيستمز افضل طريقه تعمل سكيلينج بيها هي الهوريزونتال سكيلينج، لان مع زياده عدد اليوزرات اللي بتحصل عندك في الابلكيشن انت في الناحيه الثانيه هتزود سيرفرات تهندل الزياده اللي بتحصل عندك دي.